مرة أخرى بنعود مع حضراتكم، وإخبارية 100%، إكسترا نيوز وإكسترا تليفونات، وعايز مصر كلها تتفرج على التقرير الجاي. بالظبط، كل مصر، عشان ده تقرير حلو جدا. قدمنا لكم قبل كده مدرسة، والنهارده هنقدم لكم مهنة تانية. أرجوكم، مهم جدا تشوفوا التقرير ده، وهنتكلم فيه بعد كده ونفهم البلد ماشيه لفين، وهناخد ارائكم برضه، هنراهن برضه ونقول ارقام وبتاع. يعني عايزين، بس التقرير ده مهم جدا حضراتكم تشوفوا الناس اللي احنا بنجيب لهم ناس من اخر الدنيا عشان يقولوا للناس عن البلد، عن الناس، يعني عشان كمان يعني وبنهديه كمان للسيد وزير التربيه والتعليم وكل وزراء التربيه والتعليم في ال 30 سنه اللي فاتوا. ادي اللي انتوا علمتوهم، ادي اللي انتوا جنيتوه عن البلد، كل وزراء التربيه والتعليم اللي فاتوا، والتعليم العالي، ادي وكل وزراء الثقافه، ادي كل تعليمكم، ادي كل ثقافتكم. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. دقايق قليله جدا والقاعه دي كلها هتتملي ناس جايين ياخدوا رخصه الارشاد السياحي. هنحضر سوا المقابله اللي بتحدد الموضوع ده. وبعدين الموضوع سهل، محتاجين ان هم يكونوا مصريين بيتكلموا لغه وعارفين المعلومات التاريخيه. احنا في نقابه المرشدين السياحيين، ومعظم الناس اللي قاعده دي جايه تقابل وكيل النقابه. احنا هندخل جوه مكتبه ونحضر المقابلات دي، وعايز افكركم بالثلاث شروط اللي هو بيدور عليهم: 1 يكونوا مصريين، 2 يكونوا بيعرفوا لغه، 3 يكون عندهم معلومات تاريخيه ومعلومات عامه. احنا اتاكدنا انهم مصريين كلهم معاهم بطاقات قوميه. اما الشرطين التانيين هنسيبكم تحكموا بنفسكم. I burn in Aswan and I live in Aswan. I'm إيه؟ I burn. Burn. In Aswan. And I live in Aswan. My favorite hobbies. My favorite hobbies. My favorite hobbies. Reading Islamic book. حج البيتي مثلا بالانجليزي ايه؟ حج البيت. انت واخد من معهد ايجوس في الاقصر، يعني نقدر نتكلم شويه عن معبد الاقصر او عن وادي الملوك او كده؟ ما اعتقدش بصراحه، ما اعتقدش ان المعهد بحاجه، يا دوبك حبه الانجليش دول اللي هم هساعد ان انا ازودهم ان شاء الله باذن الله يعني، بس كمعلومات عن اي حاجه تاني ما فيش بصراحه. فور لموسنس. لموسنس ايه الموسنس ده بقى؟ موسنس زكاة. giving a zakat. Giving zakat. What is zakat in English? Do you know? Zakat. Zakat in English. Okay. Yes. In Arabic, zakat. Zakat. بنجرميت تو مكة. I have 29 years old. فين هم؟ معايا. هي I am ولا I have؟ I am. I am ممكن يكون بلخبطة حاسب. I have. I have. What is the 5 pillars of Islam? بري. خريج ايه؟ ايجوس فين؟ في الأقصر. في الأقصر؟ تقدر تقول لي أي حاجة عن الكرنك الأقصر بتاعك؟ أنا أقدر أقول لك عن أسوان. 3 بيراميد كينج اوف خوفو، 2 بيراميد فور سينفرو. سينفرو في الجيزة؟ معاهدة السلام كانت سنة كام؟ معاهدة السلام تقريبا. أو مين اللي مضوها مع بعض؟ سادات ونيلسون. نيلسون ماشي. شمعون. احنا قلنا السادات مات سنة كام؟ 52. 74. حرب 73 للجماعة عبد الناصر. كل الناس اللي احنا شفناهم دول ولا واحد فيهم خد الرخصة، والنقابة ما بتديش رخصة لحد ما بيعديش المقابلة دي. طيب اللي بينجح بقى في المقابلة دي، تخيلوا ان هو ما بيلاقيش شغل، لان الاجانب واخدين مكانه في مهنة الارشاد السياحي بشكل غير قانوني. بيتم منح الاجانب تصاريح ترجمة، ودي التفاف حوالين القانون بان بيتقال ان ده تصريح ترجمة عن مرشد مصري، وفي الواقع طبعا ده كلام مش سليم، لانه المرشد المصري اللي هو بيطلع، وحضرتك ولنفترض ان انت توليد الاجنبيه من اي بلد، المفروض انك انت تترجمي عني. انا لو استجريت وحاولت افتح بقي عشان اتكلم كويس هنطرد في اللحظه على طول. وبقى اصبح عندنا في هذه المهنه بطاله غير طبيعيه، لانه الاجانب كمان النهارده بتتحل مشاكل البطاله بره في اوروبا او في دول تانية، يعني في شرق اسيا او اسيا او على حساب المصريين. اكيد مش محتاجين سفراء من بره يتكلموا عن بلدنا، لكن الناس اللي احنا شفناهم دول دفعوا فلوس كتيرة جدا علشان يتعلموا، وفي الاخر دي النتيجة. طب هنقول كلهم استيعابهم قليل وكلهم ما بيذاكروش، مين اللي اداهم شهادة التخرج؟ تخيلوا ان الناس اللي انتوا شفتوهم جوه في الأوضة دول كلهم قاعدين مستنيين نتيجة الامتحان. طيب
المشكله دي جايه منين؟ دينا ابو الفضل الجندي، القاهره اليوم. شكرا دينا. المشكله دي I have to either I can see. I can go tomorrow. كان يو جو. يعني الراجل بيقول له عندك كام سنه؟ فبيقول له I'm 20 years old. لا قال له I have. أنا عندي، انا معايا. بعدين قال له مين؟ قال له مين العم وعد؟ قال له مين نيلسون ومين شمعون ده؟ لا مين نيلسون؟ والسادات مات 52 وحرب اكتوبر عملها مين؟ وحبه الانجليش جمال عبد الناصر. حبه الانجليش اللي انا عارفهم. طب ولا واحد فيهم عارف حاجه عن معبد الكرنك؟ لا وايه؟ طب الهرم الثاني عامله سنفرو. وكلهم خريجين معهد. سنفرو. كلهم خريجين معهد. معهد سياحي. تبع مين ده بقى؟ لا بس ده تبع مين؟ لا كثقافه عامه. إيه؟ يعني كثقافه عامه يا سيدي. ايا كان برضه انا معاك. ثقافه عامه دي فيها واضح ان فيها بعدين ايه هم زعلانين ان واخدين المرشد. طبعا ياخد مرشد اجنبي. مرشد اجنبي قرا له كتابين. لا ثانيه واحده خد بالك ان عندنا في مصر هنا مرشدين معلمين. لا انا بتكلم على الجداد. الاجيال اللي طالعه دي ده مين ده؟ ده ما يخش ده ما يمشي. ده فضيحه لو مشي قدام حد. طبعا مشي وراه. على فكره على راي دينا وفضيحه لو مشي وراه. على فكره على راي دينا وكمان مستنيين نتيجه. يعني في ناس فيهم متخيلين انه هينجحوا. اللي قال لك الهرم يعني خوف وخفرع وقار عارفينه. الراجل قال له سنفرو. لا مش كده. قال له كلمني عن الاقصر. قال له ممكن اكلمك عن اسوان. انما الاقصر لا قال له قول لي حاجه عن معبد الكرنك. ده عايش هناك. ايه؟ عايش هناك. طب احنا يعني عشان بس ايه ما يتخيلش مثلا ان احنا ايه وقفنا عند الاخطاء. احنا عندنا امتحان كامل لواحده من اولها لاخرها. خلينا نشوفه ونرجع تاني. هو الرئيس عبد الناصر تقريبا. ما انت بتسالنيش، انت بتجاوبيني وانا بسالك. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ماشي. وبعدين اللي بعديه كان مين؟ السادات. بس ده مش اول رئيس بس. هو في محمد نجيب. ايوه محمد نجيب. وفي محمد نجيب وفي ملك فاروق وفي بس احنا كده بعدنا. لا خلينا بالترتيب. انت كده ترجعي لملك فاروق ما جاش بعد عبد الناصر. ما ينفعش. ما انا بقول احنا كده بعدنا. لا ما تبعديش. احنا خلينا نقف عند نقطه. السادات احنا قلنا السادات مات سنه كام؟ 52. يبقى ننزل بقى. انا سالتك محمد نجيب او رئيس لمصر تقريبا سنه كام محمد نجيب؟ محمد نجيب كان مش فاكره. محمد نجيب تقريبا يعني احنا عندنا نقطه بادئين منها. ننزل لتحت شويه. يعني الاربعينات. وبعدين جه عبد الناصر. سنه كام تقريبا؟ جمال عبد الناصر كان في حاجه و60. جمال عبد الناصر حاجه و60؟ لا جمال عبد الناصر الاول. ايوه ماشي كويس. يبقى اكيد في الثلاثينات. في الثلاثينات ماشي. وبعدين وجه بعد السادات مات 52. بعد كده حصل ايه؟ بعد السادات بعد السادات بقى حسني مبارك. حسني مبارك في 52. لا اللي هو بعده على طول. في رئيس مجلس الشعب كان جه في النص ما بينهم عشان فتره الحكم بينتقل. صح؟ وبعدين الرئيس مبارك مسك. انت ما درستيش الحاجات دي في المدرسه؟ ايوه بس مش متذكره. بس دي المشكله. حرب 73 لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. اطلعي بقى. وبعدين حصل حروب تاني ولا خلاص؟ لا. طيب حصل معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل. ايوه. سنه كام تقريبا؟ نسيها السنين بس. طيب مين اللي مضى معاهده السلام؟ تفتكري؟ لا برضه. طبعا مأساة. الست بتقول لك ان السادات مات سنه 52 وجي بعديه الرئيس مبارك على طول. طب الست دي كانت عايشه فين؟ وعبد الناصر ده وصل في الثلاثينات والملك فاروق جه بعد كده. طب دي كانت عايشه فين؟ يعني هي حتى عايشه فين؟ بلاش يعني احنا مش عايزينها تبقى حافظه حاجه. انا عايزها تبقى عارفه هي فين. يعني هي الست دي اكيد كانت موجوده وقت ما الرئيس مبارك تولى. يعني اكيد كانت مواليد. ما بلاش اتولدت ايامها عندها 25 سنه 26 سنه
ما بتقراش الجرايد اللي بتقول الرئيس بيتجدد له بقاله كام سنه في الحكم؟ لا، ما بتشوفش ما هو ده الحكاية دي؟ الوهم اللي عندنا يا محمد. ان احنا فاكرين ان كل الناس مهتميه بالموضوع ده، التجديد وماده 76 و77. دي ناس معاها شهاده. ده تعليم، ده شكل تعليم. بلاش علشان يبقوا مرشدين سياحيين، عشان يبقوا مواطن عادي. لا، بني ادم. لكي تكون بني ادما، يعني انت فاهم ازاي؟ بني ادم يعني لكي تكون انسان. عايز حبه انجلش. ريت قال لك I have 20 years old. I have اهم حاجه عنده انجليزي الكمبيوتر. الراجل يعني داخل عارف هو عايز ايه.